موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب كان الصديق الشخصي لرئيس الوزراء ورئيس حزب الوفد مصطفى باشا النحاس، لدرجة إن صوت عبد الوهاب كان بيسلطن مصطفى باشا النحاس. وفي حفلة من حفلات عبد الوهاب سنة 42 بعد ما خلص الفقرة بتاعت الغنى بتاعته نزل عشان يسلم على صديقه الشخصي مصطفى باشا النحاس. لقى مصطفى باشا راح حاطط ايده ورا ظهره وساب الحفلة ومشي. الموقف ده طبعا أحرج عبد الوهاب قدام الناس كلها. تاني يوم عبد الوهاب أخد بعضه وراح علشان يشوف ايه اللي حصل وايه التصرف اللي اتصرفه مصطفى باشا النحاس ده. مصطفى باشا النحاس زعق وقال له: ايه الميوعة دي يا فندي؟ يعني ايه تغني وتقول مسكين وحالي عدم من كتر هجرانك، يلي تركت الوطن والاهل علشانك؟ وطن ايه يا فندي اللي تهجره وتسيبه علشان خاطر واحدة؟ الاغنية دي بالذات ممنوعة من الاذاعة بقرار مني انا شخصيا.